السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. القصة ديال اليوم من أغرب وأخطر القصص اللي ممكن تسمعوها. قصة غادي تخليكم تحسوا بالصدمة من البداية حتى للنهاية، وغادي تطرح سؤال كبير: كيفاش إنسان يقدر يوصل لهذه الدرجة من القسوة؟ ركزوا معايا مزيان، حيث التفاصيل مهمة بزاف باش تفهموا شنو وقع بالضبط وشنو خلى النهاية تكون بهذا الشكل المأساوي. وقبل ما نبداو ما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك باش يوصل للناس اكثر. القصه وقعت في واحد الدوار في الشمال ديال المغرب، نواحي اقليم سيدي قاسم. راجل بسيط عايش غير بالفلاحه والرعي، وعنده جوج ولاد. الكبير سميتو مصطفى والصغير سميتو بن عيسى. مصطفى كان راجل كيعاون باه في كل شيء، الراعي، الحطاب، الخدمه، ما مقصر في حتى حاجه. ولكن المشكل كان في بن عيسى. هاد الولد رغم أن عمره كان 19 ولا 20 عام، ولكن العقل ديالو كان عقل ديال طفل صغير، ما كيعرف حتى يرجع للدار إلا مشى بعيد، ما كيعرف حتى سمية العائلة ديالو، غير كيعرف سميتو واسم باه. بمعنى كان محتاج رعاية كاملة، والمو ديالو كانت ديما حداه، ما كتخليهش بوحدو نهائيا. عبد الرحمن الأب كان ديما مهموم، كيقول في خاطرو: إلا أنا مت شكون غادي يشد في هاد الولد؟ شكون غادي يعاونو؟ وكان كيحاول يخبي شويه ديال الفلوس باش يخليهم ليه من بعد. نهار جا واحد الراجل قريب ليهم عايش في المدينه وعنده ضيعه كبيره، شاف حاله بن عيسى وقال لعبد الرحمن: شوف، خلي ولدك يخدم عندي في العزبه، وانا نراعيه ونعطيه خدمه على قدو، وانت تجي تاخذ ليه الراتب ديالو. عبد الرحمن فرح، حس باللي هذه فرصه باش ولده يتعلم شويه ويولي يعتمد على راسه. ولكن الام رفضات رفض قاطع، قالت ليه: ولدي ما يقدرش يعيش بوحده، ما نخليهش يمشي. ولكن الأب صمم وقال: هاد الشي في مصلحته. خداو بن عيسى والولد كيبكي وما باغيش يمشي، والأم تبكي حتى مرضات. ولكن دازوا الأيام. من بعد 10 أيام فقط جاو البوليس للدار، قالوا لعبد الرحمن: ولدك مات. تصدم، قال لهم: كيفاش؟ قالوا ليه: انتحر، رمى راسو في قناة ديال الصرف الصحي. عطاو ليه حتى الحوايج ديالو وقالوا ليه الجثة ما صالحاش تشاف. دفنوه، والأم تحطمات، والأب مات من الحزن من بعد أيام. الأم بقات بوحدها مع مصطفى، ولكن دارت واحد الحاجة غريبة. كل نهار من الفجر كتمشي للمقبرة، كتجلس حدا قبر ولدها، كتهضر معاه، كتبكي حتى تطلع الشمس. وبقات على هاد الحال عام، جوج، 5، حتى دازوا 10 سنين. في واحد المنطقة بعيدة في جنوب المغرب كان واحد الراجل عنده دكان صغير سميتو أحمد. شاف واحد الراعي ديال الغنم شكله غريب وكيبان عليه ماشي طبيعي. هضر معاه، قال ليه: شنو سميتك؟ قال: أنا بن عيسى. قال ليه: واش كتعرف عائلتك؟ قال: لا، غير عارف سميت باه عبد الرحمن. هنا أحمد تشك، قال: هاد الشي غريب. منين مشى للشمال وزار الناس حكى لهم القصة. قالوا ليه: كان عندنا واحد سميتو بن عيسى مات هادي 10 سنين. هنا الصدمة. من بعد مدة صادف ذاك الراعي مرة أخرى، صوروا ومشاو وراه الصورة لمصطفى. غير شافها قال: هذا راه خويا. الأم شافتها طاحت مغشي عليها. مشاو مجموعة ديال الرجال للجبل فين كاين داك الولد، لقاو واحد الرجل مخبيه في عزبة، تقاتلوا معاه حتى تدخلات البوليس وداو الجميع للمخفر. بن عيسى كان حي، ولكن كيفاش وشكون دفنو؟ منين بدات التحقيقات بان ان هذاك السيد اللي كان خدام عنده بن عيسى في الاول دار جريمه كبيره. ولدو قتل واحد العامل وخافوا يفضحوهم، فداروا خطه شيطانيه. خداو بن عيسى، لبسوا الجثه ديال الضحيه حوايجو، قالوا للناس انتحر، دفنوه، وبن عيسى عطاوه لواحد اخر يسجنوه. بن عيسى كان عايش مربوط بحال الحيوان، كياكل مع الغنم، ما كيتحممش، معذب نفسيا وجسديا. 10 سنين هو حابس بلا ذنب. شدوا المجرمين كاملين، صاحب الضيعة، الراجل اللي حبسه، والولد القاتل، تحكموا عليهم بالسجن. والأم رجعت لولدها، ولكن بعد 10 سنين ديال العذاب. ماشي كل فرصة هي خير، وماشي كل إنسان كيبان مزيان كيكون فعلا مزيان، والظلم مهما طال الحقيقة كتبان.